السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعين المحترمين من كل مكان، وحشتوني جدا من آخر فيديو. النهاردة مشكلة مهمة جدا. دكتورة بتقول أنا دكتورة نسا، تمام؟ ابني عايز يخطب بنت مش كويسة، أنا مش موافقة عليها. اتصدمت لما عرفت إن هو عايز يخطب بنت زي دي. يلا نشوف مشكلتنا، وإن شاء الله بإذن الله نلاقي لها حل، ومستنية طبعا رأي حضراتكم في التعليقات. قبل ما نبدأ مشكلتنا، يا ريت من فضلكم كلنا ننزل في التعليقات نصلي على النبي في التعليقات، ويلا خلونا ندخل في المشكلة علشان ما اطولش عليكم. الأم بقى بتحكي ابني اتعرف على بنت بيحبها قوي في الجامعة. البنت دي كانت معاه في الجامعة. أنا دكتورة نسا، احنا مركزنا الاجتماعي كويس جدا، ده ابني الوحيد وأنا ما عنديش غيره. بتجيلي بنات كتير في العيادة بتطلب مني ان انا اعمل لها عمليات ترقيع لغشاء البقارة. طبعا كوني ان انا دكتورة نسا بوافق وبعمل لهم عمليات زي دي، وبقول ايه، استر عليهم واساعدهم علشان يقدروا يبدأوا حياة جديدة ويكملوا حياتهم. طبعا ده غلط خالص، يعني ما احنا طالما احنا الدكاترة بتوافق تعمل عمليات ترقيع للبنات وبتخلي البنات تدور على حل شعرها، وبعد كده عرفت ان فيها تعمل عملية ترقيع وتضحك على الراجل اللي هتتجوزه، وتتجوز وترجع قدامه بنت زي ما هي وهو كده شربها المغفل ومعرفش اي حاجة، دي مصيبة. ما احنا طالما بنوافق نعمل عمليات ترقيع، احنا كده بننشر الفساد اكتر، يعني بنقول للبنات امشوا على حل شعركم اكتر. لكن لو الموضوع ده وقف وما بقيناش نعمل العمليات دي، طبعا كل واحدة هتخاف على نفسها ومش هتعمل كده. ابني اتخرج، ده اخر سنة في الجامعة، خلاص اتخرج وقال لي يا ماما انا عايز اخطب. طبعا فرحة قلبي، انا ابني الوحيد ومعيش غيره، وعايزة طبعا افرح بيه. مبروك يا روحي. مين هتخطب؟ مين بنت؟ مين ابوها؟ مين؟ طبعا احنا مركزنا الاجتماعي كويس جدا. طبعا انا جهزت له بيت كامل، مش شقة بس، بيت كامل، ومشطبه له وفرش احدث حاجة، ومش مخليه عايز اي حاجة، واحسن شبكة هقدمها له. ابني الوحيد ومعيش غيره وعاوزة افرح بيه. العروسة اللي هناخدها مش هتجيب اي حاجة خالص، هتيجي بس بهدومها. قالي خلاص يا ماما جهزي نفسك وهاخدك في يوم تتعرفي على العروسة، هنروح نعمل لها قعدة كده تعارف ونتعرف على بعض. جهزي نفسك. قلت له خلاص يا حبيبي، شوف اليوم المناسب لك وقول لي قبلها، وان شاء الله باذن الله اروح واتعرف عليها، وبعد كده المره الجايه نبقى ناخده بابا المره التانية. دخلنا، رحنا بيت العروسه، دخلنا البيت وقعدنا. جت العروسه ومعاها حاجه ساقعه بتقدمها لنا. انا اول ما شفت البنت اتصدمت. طبعا انا عارفه شكلها، حافظاها. دي بنت كانت جايالي وطلبت مني ان هي تعمل عمليه ترقيع لغشاء البقره، عشان هي ما كانتش بنت وانا عملت لها العمليه. اول ما شفت البنت دي اتصدمت، حسيت ان دمي فار. كل اللي قدرت اقوله يلا نمشي، مش هينفع تتجوز البنت دي. هو اتعصب عليا جدا. ازاي يا ماما؟ ليه؟ هي عملت لك ايه؟ انت تعرفيها؟ هي مالها؟ قلت له مش هينفع، لازم نمشي. قمت منفعلة جدا، اخدت بعضي ونزلت وهو جه ورايا. رجعنا البيت. ليه يا ماما؟ ايه اللي انت عملتيه؟ احرجتيني قدام الناس. ايه سبب رفضك؟ ليه مش عايزاني اتجوزها؟ انا بحبها. ده بقالها 4 سنين معايا في الجامعة، انا اخترتها، انا من حقي ان انا اختار. قلت له اختار، اختار اللي انت عايزها، بس دي ما تنفعش، ما ينفعش تتجوز واحدة زي دي. ليه يا ماما؟ فيها ايه؟ قلت له مش هينفع، ما ينفعش تتجوزها. تاني يوم اخدت بعضي ورحت البيت، واستنيتها وهي نازلة من العمارة، واخدت رقمها. قلت لها انا
انا هكلمك في التليفون. كلمتها في التليفون، قلت لها تعالي قابليني في كافيه كده على قمة الشارع، قلت لها تعالي نقعد في الكافيه ده، انا عايزة اتكلم معاكي كلمتين. البنت بقى معوجة جدا، انتوا مش متخيلين، معوجة جدا، بتكلمني بطريقة وحشة جدا. قلت لها بصي، انتي تاخدي كام وتبعدي عن ابني؟ يعني انتي عايزة فلوس خدي فلوس، بس ابني مش هينفع يتجوزك. ابعدي عن ابني، ده ابني الوحيد ومش هينفع يتجوزك. وانت عارفه انت ايه واحنا ايه، وانت عارفه ان انا كنت عامله لك عمليه ترقيع ومش هينفع ابني يتجوز منك. ايه اللي انت بتقولي لي ده؟ كام ومش كام، انا مش عايزه فلوس، انا مش هسيبه، بحبه ومش هسيبه، مش هتجوز غيره. ده كلام البنت لمين؟ لام الشاب. ابنك بيحب التراب اللي انا بمشي عليه، ومش هيقدر يعيش من غيري، ومش هيقدر يستغنى عني، وانا مش هتجوز حد غيره. وكون ان انا اسيبه، انا مش هسيبه، ومش هاخد فلوس، انا مش عايزه فلوس، انا عايزاه هو. وسواء رفضتي او سواء قبلتي انا هاخده، حتى لو غصب عنك انا هاخده وهتجوزه. وراحت سابت القعده وقامت وسابت الكافيه ومشيت وسابتني ارن، وقالت لي انا مش هسيبه، انا مش هقدر، ابنك مش هيقدر يعيش من غيري، واتحداكي انا هاخده سواء انت وافقتي او ما وافقتيش، انا هتجوزه. انا مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه افكر، مش عارفه اقول لابني ايه. من فضلكم شوفوا لي حل لمشكلتي. يا حبيبتي في الدنيا دي داين تدان. انت شوفي عملتي كام عملية ترقيع لبنت، ها، وبنات كانت ماشية ماشي مش حلو، وخليتيها بنات تانية، وضحكتي على كام راجل اتجوزها. علشان كده ربنا وقعك في موقف زي ده. يعني اللي انت عملتيه في رجالة وظلمتيها ملهاش اي ذنب، وخليتي البنات يضحكوا عليهم وهم ما كانوش بنات، واصبحوا قدامهم بنات، واتجوزوهم واتضحك عليهم. ربنا عمل كده في اغلى مليكي، ربنا عمل لك كده في ابنك انت. فداين تدان، مفيش حاجه بتروح. النقطه اللي بعد كده، صرحي ابنك، قولي له انا بعمل عمليات ترقيع وبضحك على الناس، وبخلي برجع البنات بنات وهم مش بنات اصلا، وبيكونوا داري ماشيين على حل شعرهم، وبضحك على الشباب وما بيكونوش هم بنات، وبعمل لهم عمليه وبيضحكوا على الرجاله يوم الفرح، وبيرجعوا بنات، وبيشربها الراجل اللي معاها، بضحك على الرجاله وبيشربوها الرجاله. فربنا عمل كده معايا علشان انا عملت كده في الرجاله اللي ملهاش ذنب، فربنا عمل كده معايا فيك. انت هتقدر تتجوز واحده زي دي؟ هتقدر تتجوز واحده ما كانتش بنت؟ شوفها نامت مع كام شاب، عملت علاقه مع كام شاب قبل كده. هتقبل على نفسك كده؟ ممكن ما يقبلش، ممكن دمه كده ياكله شويتين وما يقبلش ان هو يتجوز واحده ماشيه على حل شعرها. وممكن على فكره يقبل، عشان تبقي عارفه، ويقولك انت كدابه وما يصدقكيش. الجزاء من جنس العمل. ده اللي انا شايفاه. انت ضحكشي على رجاله ملهاش ذنب، وعملتي عمليات ترقيع لبنات، وضحكوا على الرجاله هم ما كانوش بنات. ربنا عمل لك كده فاعز ما تملكي ابنك الوحيد اللي ما عندكيش غيره. احكي له وقولي له، ممكن يصدقك وممكن لا. طبعا مستنيه راي الناس اللي بتسمعنا هنا في التعليقات. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا من مشكله النهارده. بحبكم جدا في الله. لو عندكم اي مشكله اكتبوا لي على التيك توك او على الانستا، ده اكتر موقع من مواقع السوشيال ميديا انا بكون متواجده فيه. هسيب لكم لينكات التيك توك والانستا تحت في صندوق الوصف. هتجيبوا صندوق الوصف منين؟ تحت اسم القناه، تحت الفيديو بيبقى مكتوب اسم القناه، مشاكل وحكايات في حياتنا هاشتاج هبه حنفي، في كلمه المزيد. اضغطوا على كلمه المزيد هتفتح لكم صندوق الوصف. هتلاقوا في صندوق الوصف لينك الانستا ولينك التيك توك. طبعا انا ما بقولش اي بيانات او اي تفاصيل للي باعت او اللي بعت المشكله، يعني بسردها بدون ذكر اي اسماء. لو عندكم اي مشكله اكتبوا لي، هعرضها هنا على القناه، وطبعا ناخد راي الناس الافاضل اللي بتسمعنا. وبقول لحضراتكم رايي الشخصي،
من فضلكم لو لسه ما اشتركتوش في القناه انزلوا اعملوا اشتراك في القناه وفعلوا علامه الجرس على كلمه الكل او كلمه قل، علشان يوصلكم كل الفيديوهات وتقدروا تستفيدوا منها، وتعملوا لايك. اللايك بيدعم القناه وبيفرق معاها جدا، وتاخدوا الفيديوهات مشاركه علشان الكل يقدر يستفيد. بحبكم جدا في الله، اشوفكم فيديوهات تانية باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.